من امتى كان البشر حتى لو ملايكة ملتزمين او عندهم ضمير من غير رقابة فوقيهم؟ القاعدة العامة ان المعظم بيستغل الظروف عشان يكسب منها اكتر واكتر، سواء بقى طمع او خوف من اللي جاي او اي مكان، المهم انه النتيجة ان هو بيستغل الظروف. سمعت عن ازمة اسعار السمك والمقاطعة اللي بقالها كذا يوم، واللي اتسببت بشكل من الاشكال في نزول اسعار السمك بنسبة بتتراوح ما بين 20 ل 30%. لو حابب تفهم الموضوع ده بشكل اوضح هات قهوتك وتعالى نتكلم شوية. هو موضوع المقاطعة ده بدأ منين وايه المتوقع ان هو يحصل مع استمرار المقاطعة؟ وهل المقاطعة فعلا هي الحل الامثل للموضوع ده ولا المفروض القصة تمشي بشكل مختلف؟ مش هطول عليكم ويلا بينا نبدا على طول مع بعض. انا محمد طلعت وده مستر ماني. في البدايه كده الازمه بدات من محافظه بورسعيد، واللي بتنتج تقريبا 80% من اجمالي انتاج البوري الكبير، واللي كان السبب الاساسي في المشكله، واللي بيتم استخدامه في التمليح عشان يتعمل منه الفسيخ اللي هيتباع في موسم شم النسيم واللي جاي كمان ايام، وتحديدا في يوم 5 مايو اللي جاي. وعشان تفهم اكتر فدايره توزيع السمك بتتم على 3 مراحل. اول مرحله وهي مزارع السمك، وتاني مرحله هم تجار الجمله اللي بيشتروا من مزارع السمك، وتالت مرحله هم تجار التجزئه اللي موجودين في المحلات الكبيره في الاسواق اللي احنا نعرفها او في المحلات اللي موجوده حوالينا. واما بيجي موسم زي موسم شم النسيم كده، الطبيعي ان هو بيحصل طلب مهول من التجار وخصوصا تجار الجمله على سمك البوري، لان تجار التجزئه بدورهم بيطلبوه بشكل ضخم جدا عشان خاطر يتملح ويتعمل فسيخ ويتباع في الموسم بتاعه. والكلام ده بقى بيعمل ضغط كبير قوي على اهم نوعين سمك في السوق عندنا، وهم البوري الكبير اللي سعره وصل ما بين 180 ل 260 جنيه للكيلو الواحد، وسمك البولتي اللي سعره وصل ما بين 90 ل 100 جنيه للكيلو. طيب ده كلام جميل قوي، بس انت ليه بتقول ان البولتي كمان سعره زاد؟ وكمان سمك البوري الصغير واللي ملوش اي علاقه بالفسيخ سعره زاد هو كمان. بص يا صديقي، الموضوع ببساطه ان سمك البوري الكبير لما بقى عليه ضغط بالطريقه الكبيره دي، سلوك المستهلك بالتبعيه بيتحول للاسماك البديله زي البولتي وسمك البوري الصغير، وده بيخلق حاله طلب كبيره جدا عليهم بتخليهم هم كمان سعرهم يزيد، حتى لو الاسماك دي كانت متوفره ومفيش سبب واضح او مبرر واضح يخلي ان سعرهم يزيد بالطريقه دي زي سمك البوري الكبير اللي بيتعمل فسيخ. طيب المشكله دي بدات منين؟ المشكله دي يا سيدي بدات من محافظه بورسعيد اللي تعتبر واحده من اهم المدن الساحليه اللي بتنتج اسماك، وعايز اقول لك ان محافظه بورسعيد لوحدها بتنتج اكتر من 1100 طن من الاسماك شهريا، وكمان موجود فيها اكتر من 6000 مزرعه او حوض اسماك. ضيف على ده ان محافظه بورسعيد زي ما قلنا بتنتج كمان 80% من سمك البوري الكبير اللي بيخش في صناعه الفسيخ. المهم يا سيدي ان المستهلك اتفاجئ مره واحده ان اسعار السمك للكيلو الواحد زادت من 70 او 75 جنيه ل 90 لحد 100 جنيه للكيلو الواحد، وده خلى الناس تغضب جدا وتعمل حمله مقاطعه تحت شعار خليها تعفن، والناس بدات تقول انتوا غليتوا السمك علينا، طب والله ما احنا واكلينه اصلا. الغريب بقى ان الحمله دي سمعت في باقي المحافظات الساحليه اللي اسواق السمك فيها بتمثل جزء اساسي من طبيعه الغذاء بتاعت سكانها، زي كده محافظات دمياط والسويس وكمان اسكندريه. وده بيفسر لك ليه الازمه موجوده بشكل اساسي في المحافظات دي بالذات، لان المحافظات دي هي اللي فيها حجم طلب كبير على الاسماك بشكل طبيعي ومعتاد. المهم يا سيدي ان احنا فهمنا القصه، تعالى بقى ندردش مع بعض شويه في الحلول المنطقيه اللي ممكن تكون موجوده للموضوع ده، وهل الحمله اللي الناس عملتها دي صح ولا غلط ونتيجتها ايه على المدى الطويل. في البدايه كده صناعه السمك بتعتمد في اكتر من 70% من تكاليفها التشغيليه على الاعلاف، ومصانع الاعلاف عندنا هنا متوفره في مصر بشكل جيد وكبير، يعني ما عندناش نقص في المصانع. ولكن اللي لازم تعرفوا ان معظم المواد الخام الخاصه بالاعلاف واللي بتخش المصانع دي هي مواد مستورده، وعشان كده اسعار السمك وصناعه السمك عموما بتتاثر بشكل كبير قوي بارتفاع سعر الدولار. ولكن مع ذلك وعشان نقول الحق، مصر هي الدوله الاولى افريقيا في انتاج السمك، وكمان عندها اكتفاء ذاتي بنسبه 85% من الاسماك، يعني المشكله المره دي ما كانتش في سعر الدولار. وعشان كده نقدر نقول ان السمك هو اقل البروتينات ارتفاعا في سعره مع ارتفاع سعر الدواجن واللحوم الحمراء، لاننا بالطبيعه عندنا كميه معروض كبيره بتساهم في استقرار العرض والطلب، وبالتالي بتساهم في استقرار الاسعار. طيب يا سيدي كده فهمنا شويه كمان، وبقى عندنا كمان معلومه جديده ان سوق السمك في مصر هو سوق قوي جدا، مش في مصر بس، لا ده كمان في افريقيا. وحاجه كمان حابب اضيفها لك ان الاسماك المستورده ملهاش علاقه بالحسابات اللي بنتكلم فيها دي بخصوص السمك البلطي والبوري، وسعر الاسماك المستورده في الغالب مربوط بالدولار، عشان كده سعرها ممكن ينزل وقتيا بس بسبب قله الطلب عليها بسبب حمله المقاطعه دي. يعني اول ما الطلب يرجع بشكل طبيعي اسعار السمك المستورد هيرجع يزيد بشكل طبيعي جدا ومربوط بالدولار بدون اي داعي ان احنا نربطه بالسوق المحلي. طيب السمك المحلي بقى واللي عليه الطلب الاكبر من معظم الناس، ازاي الدوله تحافظ على اسعاره وتخليها مستقره؟ الحقيقه الموضوع ده فيه مدرستين. اول مدرسه وهي الدول الاشتراكيه التوجه زي الصين بالنسبه للسياسه الداخليه بتاعتها، واللي بتجمع بيانات دقيقه عن حجم الطلب والعرض في الاسواق بتاعتها، وتبدا ان هي تحط حد اعلى وحد ادنى للسعر يضمن للتاجر بتاعها هامش ربح معين على السلعه بتاعته، وفي نفس الوقت ما تبقاش العمليه عايمه والتجار يكون ليهم الايد العليا ان هم يعلوا السعر ويستغلوه في اي وقت من الاوقات. والكلام ده نقدر نقول ان هو بيحصل في معظم الاسواق، مش في سوق السمك بس، ولكن في حالتنا هنا احنا بنتكلم على اسواق السمك في الصين. اما المدرسه الثانيه وهي المدرسه الراسماليه، ودي الدوله برضو بتكون عارفه فيها بيانات الاسواق بتاعتها وبتكون عارفه اوقات الذروه زي مثلا موسم شم النسيم عندنا في مصر، وبتبدا ان هي تضخ كميات معروض زياده من الاسماك في وقت اوقات الذروه دي. وفي كلا المدرستين الدوله بتكون هي المؤثر والعامل الاقوى في ضبط السوق وحجم العرض والطلب، وبالتالي
غالي اسعار السلع. طيب يا عم طلعت، جميل الكلام ده، احنا بقى عايزين نعرف التجار هم السبب ولا في ازمه فعليه في سوق السمك؟ في الحقيقه وعشان اكون عادل، فالسمك فعليا وفي اللحظه دي ما فيهوش ازمه في مصر. وعشان نفهم الموضوع اكتر، فانا سميت اللي حصل في السوق ده هو نوع من اختبار القوه للسوق عموما. يعني اما الناس اختارت ان هي تعمل حمله مقاطعه وتقاطع بارادتها، مع ان ده مش دور الناس ابدا، كان لازم يحصل حاجه من اتنين. اول حاجه ان التجار تكون فعلا مظلومه وفي سبب حقيقي لزياده سعر الاسماك عليهم، فبالتالي بيغلوها على المواطن، وده معناه ان هم لو نزلوا الاسعار بالتبعيه فيحصل لهم خسائر بشعه تخليهم اصلا يوقفوا الشغل وما يقدروش يكملوا، ويبدا يحصل بالنتيجه ركود في واحد من اهم القطاعات اللي موجوده في مصر وهو قطاع الاسماك. ومش هنتكلم دلوقتي على نتائج الركود ده على الاقتصاد الكلي بشكل عام، ولكن دي بتبقى مصيبه كبيره. تاني حاجه واللي حصلت فعليا على الارض ان هم يبداوا ان هم ينزلوا الاسعار، لان السمك سلعه مش بتستحمل التخزين، بل بالعكس تكلفه تخزينها بتكون كبيره جدا وسعرها بيقل اكتر كل ما تتخزن اكتر. ده غير كمان ان فلوس التجار دي بيفوت عليها دورات من راس المال اللي ممكن تتحقق بشكل سريع بشكل يومي كل ما البضاعه بتقعد عندهم اكتر واكتر. يعني نقدر نقول كده ان قعده السمك عندهم هي خساره من كل الجوانب. وكده كده سلعه السمك المواطن يقدر يتخلى عنها لفتره من الوقت، بيبتدي ان هو يسيبها للتاجر ويتجه لحاجات تانية زي الدواجن واللحوم الحمراء او حتى البقول، لان خصائص السمك كسلعه زي ما قلنا هتساعده ان هو يعمل الضغط ده على التجار. في كلا الحالتين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، سواء التاجر كان غلى غصب عنه او كان ليه يد في الموضوع زي ما احنا شفنا في الحاله بتاعتنا دي، فالدوله عموما لازم تتدخل ويكون ليها ايد رقابيه امينه وكمان قويه. وده اللي بيحصل حقيقي فعليا في معظم دول العالم زي ما وضحنا من شويه، لان موضوع زي ده لو طول بيكون ليه اثر عكسي على المواطن، وممكن يكون المواطن مش مدرك ايه عقبات الموضوع ده او العواقب بتاعته عموما. اول حاجه لما تبدا ان انت تقطع السمك لفتره طويله، فالطلب هيبتدي يزيد على البروتينات التانية زي اللحوم الحمراء والفراخ، فتبدا الاسواق دي كمان ان هي تغلي الاسعار لو مفيش رقابه عليها. ما هي هتقف عليهم ليه؟ ما دول تجار في سوق ودول تجار برضه في سوق تاني، ودول عايزين يكسبوا ودول برضه عايزين يكسبوا على قد ما يقدروا. غير بقى الخساره اللي بتحصل للاقتصاد الكلي اما قطاع كبير زي قطاع السمك ده يبتدي ان هو يقف او يتعطل. شوف كام دايره متاثره بالقطاع ده، وكام بيت ممكن يقف، وكام واحد بيخش له دخل وبيصرف على اسرته وممكن ان هو يقف. فلما قطاع بيقف عموما زي قطاع المعمار عندنا كده في مصر لما كان متعطل، شوف بيعطل دوائر قد ايه. فالخلاصه في الموضوع ده ان رد فعل الناس كان كويس وايجابي جدا جدا بالنسبه للازمه اللي حصلت، لكن نقدر نقول بالحق ان ده مش دورهم وده مش الحل ابدا على المدى الطويل. لان لو طبقنا اختبار القوه ده على سلع بقاله جافه زي السكر وزي ما حصل قبل كده، فهتلاقي ان الوضع كان كارثي تماما. بمعنى ان المستوردين وتجار البقاله الجافه الخاصه بالسكر لما قرروا ان هم يحجزوا السكر ده في ازمته وما يطلعوش للمواطن عشان خاطر سعره يزيد اكتر او عشان خاطر يستغلوا ازمه نقصه في الاسواق، الناس وقتها كانت محتاجاه بشكل ضروري جدا وما كانتش قادره ان هي تستغنى عنه زي السمك. وفي الناحيه الثانيه التجار قدروا ان هم يخزنوه لان تكلفه تخزينه ما كانتش كبيره، وكمان مش هيفسد مع الوقت زي السمك او سعره هيقل، بل بالعكس ده كان سعره بيتضاعف وطلع من 30 جنيه لاكتر من 60 جنيه لكيس السكر الواحد. يبقى نقدر نقول ان بعض المعارك المواطن مش هيقدر يدخلها، وحتى لو دخلها هيخسرها بكل سهوله، لانها في الاساس مش بتاعته ومش معركته. والمعركه دي والقصه دي اصلا بتخص الدوله والجهات الرقابيه بالاساس، زي ما هي اتدخلت كده في ازمه السكر وقدرت ان هي توفره وتحل الازمه وتمنع استغلال التجار الكبار وقتها. وفي النهايه انا حابب اكون واقف في النص ما بين الامرين. الدوله ليها دور رقابي لا غنى عنه ولازم تكون موجوده، وده بشكل كبير جدا مش حاصل ومحتاج ان هو يحصل في الفتره اللي جايه. والتجار عندنا هنا في مصر خصوصا التجار الكبار عندهم جشع كبير جدا، وده طبيعي بالنسبه للتجاره زي ما قلنا، وفي كتير منهم جدا بيستغلوا كتير من الظروف الا من رحم ربي عشان ما نجمعش على الناس كلها. ولكن هنعيد الكلام اللي قلناه تاني قبل كده، من امتى كان البشر حتى لو ملائكه ملتزمين او عندهم ضمير من غير رقابه فوقيهم؟ القاعده العامه ان المعظم بيستغل الظروف عشان يكسب منها اكتر واكتر، سواء بقى طمع او خوف من اللي جاي او اي مكان، المهم انه النتيجه ان هو بيستغل الظروف. والاستثناء هو بعض الاشخاص اللي بيكون عندهم ضمير في وسط المورستان ده، وفي الاخر ربنا يلطف بينا جميعا. بس كده يا سيدي، فيديو النهارده خلص لحد هنا، ولو كملت الفيديو لحد هنا شكرا جزيلا ليك. السلام عليكم.